ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حاتم النجار، والنهارده حلقة جديدة من حدوتة. كنت نشرت في الصفحة بتاعتي، صفحة الحدوتة، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. قلت لو عايزين نتكلم في موضوع النهارده اختاروا الموضوع. عفوا. اختيار الموضوع النهارده كان موضوع بالنسبة لي أنا غريب شوية، جديد. أسمع عنه لكن أول مرة يحصل لي. كنت بسمع إن الميكروفونات المفتوحة في التليفون والكاميرات المفتوحة في ناس بتراقبنا. كنت بضحك على الكلام ده. أقصى تفكيري إن الشرايح ال 4G وال 5G اللي بيعلنوا عنها شركات الاتصالات، فودافون وموبينيل اللي هي اورنج دلوقتي، واتصالات ووي، آه، عايزين يغيروا الشرايح بتاعة التليفون ال 4G وال 5G. ده أقصى تفكير ليا، إن الشرايح دي ممكن تكون السبب في نقل المعلومات الخاصة بيا أو خاصة بأي حد للإنترنت، تبقى متاحة. لحد ما اتكعبلت في موقف غريب جدا حصل ليا أول امبارح. كنت في نقاش مع واحد صاحبي وأنا بقول له التجسس ده أو التلصص اللي بيحصل علينا في التليفونات ده نتيجة التطعيم بتاع كورونا. ده أنا اللي بقول الكلام ده. فرد عليا قال لي لا يا حاتم، ده أكيد الشريحة ال 4G وال 5G. قلت له طيب نخضع الموضوع للتجربة. عملت تجربة لطيفة وكانت النتيجة صادمة. والله العظيم. ايه التجربة اللي عملتها؟ قلت بيني وبين نفسي، يعني محدش سمعني، ما اتكلمتش، بقول في سري أنا إني أنا نفسي أتفرج على إعلان خاص بأكاديميات الكورة بتاعت الأطفال الصغيرة، إن هما بيدفعوا فلوس عشان يتدربوا كورة. نفسي أشوف إعلان زي ده. ده قلته بيني وبين نفسي في السر. مفيش 3 ساعات. والله العظيم النتيجة صادمة، يعني مفيش 3 ساعات. فاتح فيديو من فيديوهات الفيس، فجه إعلان في النص. الإعلان ده كان خاص بأكاديمية من أكاديميات الكورة بتاعت الأطفال الصغيرة، زي ما أنا أصريت جوه نفسي الموضوع ده. السؤال هنا بقى، أنا ما اتكلمتش، ما قلتش لاصحابي، ما قلتش في البيت، ما قلتش بصوت عالي، ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي اللي تخلي فيه مبدأ ان حد يسمعني. ده كان بيني وبين نفسي انا في السر كده. فكرت تمام وما اتكلمتش. يعني فهمني مش كده؟ طيب، عارف منين بقى؟ ده السؤال اللي مجنني انا. عارف منين؟ هو يعني يعرف اللي يعرفه عني. اسرار مش اسرار، انا ما عنديش اسرار، بعمل كل حاجة في العالم، بس عايز أعرف حاجة. هو عارف منين؟ هو ده السؤال. شاركونا بآرائكم. لو حصل معاكم مواقف مشابهة أو موقف مشابه للموقف اللي حصل معايا، احكوا لي إيه اللي حصل بالظبط، وعشان نستفيد من تجارب بعض. واللي عنده تفسير للي حصل ده معايا يقول لي كمان في التعليقات. أشكركم جدا، وإن شاء الله هتشوفوني في حلقات جديدة وفيديوهات جديدة هنتكلم في كل المواضيع اللي انتوا عايزينها. كنت معاكم حاتم النجار.